هو انت لو معاك 100 جنيه ممكن تفطر بيها ايه في الحصري؟ كل واحد يا زميلي معاه 100 جنيه بتاعته هنلف بيها في الحصري. جامع الحصري ورانا اهو كده، في محلات هنا قد كده نتعامل بقى بالظبط كده، هتفطر وتحلي وتشرب بيها، تعمل كل حاجه ب 100 جنيه بالظبط كده بال 100 جنيه دي. فيلا بينا يلا بينا. يلا بينا. انا بالنسبه لي انا شايف ان انا بصراحه بقى كتير قوي نفسي اكل كشري. طبعا اي حد مننا في رمضان نفسه ياكل كشري، بس مش عارف ياكل منين، يعني معظم حد الكشري بيكون قافله. فاول حاجه ممكن ابتدي بيها هو كشري ابو دقه، فهو ورانا اهو. فهنجيب كشري كده من عند ابو دقه، نشوف سعره عامل كام، وهنجيب لنا طبق ونشوف هل هو عامل عروض ولا لا، ونشوف هل هو هيشبع ولا لا. فيلا بينا على كشري ابو دقه. وانا لفيت كده على شويه مطاعم هنا، ولكن الاسعار غاليه جدا جدا، يعني بتتراوح من فوق 100 جنيه، واحنا اصلا معناش اصلا غير 100 جنيه واحده بس. ولكن لقيت مطعم كده، يعني انا رحت روستو، رحت كرم الشام، لقيته غالي جدا جدا. فهنبدا بقى هنا ايه، نجيب ناس مش معروفه ونشوف مثلا محلات مش معروفه شويه تكون الاسعار بتاعتها قليله. الاوردر اهو، معاك طاجن ومعاك الكشري بتاعك، فروقان جدا ب 50 جنيه بس. فكده تمام جدا. جبنا الاكل بتاعنا، نحتاج بقى ان احنا نروح لسه نشوف بقى نحل نجيب ايه. طبعا لازم هنجيب الصوبيا طبعا او الطم. فكده احنا معانا 50 جنيه، صرفنا 50 جنيه بقى معانا 50 جنيه. فتعالى بينا نشوف بقى ممكن نجيب ايه بال 50 جنيه ايه في الحصري. لقيت محل اسمه ملك الشاورما، عنده وجبه شاورما يعني شدتني جدا، يعني ب 68 جنيه. فجبتها حاجه جديده ان انا مثلا افطر بيها في رمضان، لان انا خلاص زهقت من الفراخ، وجبات الفراخ ووجبات الكفته زهقت منها. فجبت وجبه شاورما عربي ب 68 جنيه، وشايف ان السعر معقول سيكا. ان انا لسه بعد كده بقى هحلي، او بعد كده هجيب الصوبيا او التمر. يعني كده جبنا لنا الواحد تمر بقى، غيرنا المره دي جبنا تمر بدل الصوبيا فب 10 جنيه. كده بقى معانا 40 جنيه. كده احنا جبنا حاجاتنا لسه 40 جنيه. ممكن دي بقى احنا ممكن نفطر، وبعد كده نشوف بقى التحليه دي نحل بيه في الاخر بقى. جبت واحد صوبيا اهو، بس حاسس هو كبير قوي، ما اعرفش ليه. المفروض الكوبايه دي ب 10 جنيه. هتصل بقى دلوقتي كده بسويلم عشان نفطر خلاص كده مع بعضينا. المفروض الساعه دلوقتي 6 ل 10. حد بقى كده اشوف بقى كده سويلم فين عشان نبدا نفطر بقى كده، وبعديها هنحل بقى نشوف هنحل بايه بالباقي اللي معانا كده. المفروض قابلت سويلم اهو كده تمام، معانا الاكل بتاعنا كله. فاحنا كده المفروض واقفين على التحليه، فنرشح كده واحد فينا يقوم يجيب التحليه، وهي طبعا غالبا تبقى كنافه نابلسيه. بالظبط يعني الحصري معروفه بالنجبه النابلسيه اللي هو كنافه نابلسيه والكلام ده. فالمفروض واحد كده فينا كده يخطف رجله بسرعه قبل كده الفطار. تقريبا الساعه دلوقتي خلاص اهو 6 ل 5 بالظبط كده. هيجيب كده التحليه كده بسرعه، ونيجي بقى ونقعد ونفطر وناكل ونشرب وكل حاجه. فيلا بينا. المفروض انا رايح كده دلوقتي اللي هو النجمه النابلسيه، هنجيب من هناك كنافه نابلسيه احنا الاثنين. بس هو المفروض هو قاعد دلوقتي، وانا خطفت كده رجلي كده بسرعه عشان اجيب اللي هي الكنافه النابلسيه بقى دي، ونشوف عامله كام اصلا. بس الدنيا زحمه جدا جدا. جبت المفروض كده طبقين كنافه ناعمه نابلسيه اللي هي بتبقى بالجبنه. الطبق عامل 20 جنيه، الطبقين عاملين 40 جنيه. كده الوجبه بتاعته اهي، وجبه شاورما والكشري والطاجن والبطاطس والبيبسي والصوص بتاعه. طيب احنا كده يعتبر كلنا وعملنا كل حاجه، وبقى معانا كمان 20 جنيه يعني. فهنخش كده على حلوان العبد ونجيب منه بوله ايس كريم عامله 15 جنيه. كده بقى معانا 5 جنيه. هنشوف بقى نعمل ايه. انا كده قفلت خلاص الدنيا خالص. المفروض انا كده فطرت الحمد لله انا وسويلم. اتبقى معايا 2 جنيه لو انتم طبعا فاكرين. ممكن خلاص اجيب بيهم لبان بقى وخلاص، يبقى انا كده ايه اتعشت كده قوي بالنسبه لي. كلت وحليت وشربت وكل حاجه، واتبقى كمان معايا 2 جنيه. جبت كمان بيهم كمان لبانه وخلاص كده. شكرا كده قوي لحد هنا. ده كده بيكون شكلها. انا جبت واحده فوز دي عامله 15 جنيه، بقى معانا لسه 5 جنيه. ممكن نجيب بقى بيها لب وزدان وخلاص، يبقى كده شكرا جدا ال 100 جنيه. طيب وكده يكون عملنا كل حاجه بال 100 جنيه يعتبر. النهارده اليوم كان لطيف، في بركه، لطيف في بركه جدا جدا. واكتبوا لنا تحت في الكومنت مين فينا اللي كسب في الحصري، انا ولا هو، كقيمه مقابل سعر صرف 100 جنيه فطار في رمضان. فبس كده كانت الفيديو. لو عجبكم تعملوا لايك في الفيديو. سلام.